هذه الأمسية جعلناها أمسية للصراحة، وجعلناها أمسية للوضوح، وجعلناها أمسية للشفافية. وكونوا على يقين أن كل شخص في الوجود مهما على شأنه إذا تعلق بشخص آخر، حب شخصا آخر أيا كان، ولم يكن متعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضاع زمنه هباء منثورا. لكل أهل الغزل الذين يعشقون البنات ويقضون معهم طوال الليل، قول لهم أقبلوا إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة في اليوم، وستجدون الفرق مثل الصبح ظاهر. مما عرفت غرامه، رام قلبي كل من رامه، خجلني بإكرامه، ضيحني غاية الراحة. منهم من أحب فخانوه، ومنهم من أحب فزله، ومنهم من أحب فكان على هامش الحياة. ولكن الحبيب الأعظم الذي لم يخزل ولم يعاتب ولم يكره هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فداوموا على حب هذا الرسول. كل عام وأنتم بخير، لكل عيد.